مرحبا بكم في استكشاف جديد اليوم. غادي نغوص مجموعين في العالم ديال صناعة المحتوى عبر الإنترنت. أهلا. وبالضبط غادي نركزوا على التدوين ياك كتابة المقالات كوسيلة باش الواحد زعما يدخل الفلوس. هادشي اللي كاين. جمعنا مصادر متنوعة فيها تحليلات للسوق في 2025، نصائح اللي زعما عملية بزاف باش تبدا مسار مهني في الكتابة، مهم. وحتى واحد دراسة حالة اللي شوية مثيرة للجدل، كتخلينا نتساءلوا على المصداقية في هذا الميدان. فعلا هذه القضية ديال المصداقية مهمة بزاف. المهمة ديالنا اليوم هي نجبدوا أهم الأفكار باش اللي مهتم بهذا العالم يفهم الفرص والتحديات اللي كاينة فيه. ايوا هو مجال كيتطور بزاف اصلا. غادي نشوفوا كيفاش التدوين تبدل، كيفاش التكنولوجيا الجديدة بحال دابا الذكاء الاصطناعي أثرت عليه، أكيد الذكاء الاصطناعي داخل بقوة. ونشوفوا حتى الطرق اللي كاينه دابا باش الواحد يربح منه، سواء بالاعلانات او التسويق بالعموله. أو يبيع منتجات رقمية ولا يخدم ككاتب حر فريلانسر يعني. بالضبط. وما نساوش باللي التدوين كيبقى واحد المساحه مهمه للتعبير على الراي، هذا الشيء حتى هو مهم. بصح إيوا المصادر اللي عندنا كترسم واحد الصورة اللي زعما واعدة، كنلقاو باللي عدد المدونات اللي خدامة غادي وكيزيد، والعائدات ديال الاعلانات حتى هي طالعة، وكاينه فرص بصح باش تحول هذه الكتابة من مجرد هواية الخدمة تقدر تعيش منها. يعني ماشي غير هوايه وصافي. لا، كاين أمثلة ديال كتاب مستقلين فريلانسرز كيقدروا يدخلوا آلاف الدولارات كل شهر، وزيد عليها المنصات اللي ولات موجودة بزاف دابا. بحال ابورك وفايفر اللي معروفين عالميا. وكاين ميديوم، وحتى بالعربية كاين خمسات مستقل، هادو كلهم كيعطيو فرص بالإنجليزية وبالعربية. والذكاء الاصطناعي اللي دوينا عليه، حتى هو داخل في الخط بقوة، كيغير الطريقة باش كنتجو محتوى وحتى كيفاش كنسوقوه. هادشي صحيح. الامكانيات كاينه وكتكبر، ولكن ضروري نوازنوا هادشي بالواقع اللي كاين. أكيد ماشي كل شي وردي. المصادر كتاكد بلي النجاح ما كيجيش بوحدو، كيطلب واحد استراتيجيه اللي تكون زعما واضحه ومدروسه. يعني ماشي غير أجي وكتب. لا، خاص تختار فاش غادي تخصص، تخدم مزيان على الظهور في محركات البحث يعني الاسيو، وهذيك أهم حاجة يمكن. وتقدم محتوى عنده قيمه وجوده عاليه، والاهم تبني واحد الجمهور اللي كيتيق فيك وكيتبعك. بناء الجمهور والثقة. وهذا الشيء كامل كيطلب مجهود ووقت. التدوين ماشي شي طريق مختصر للغنى السريع كيف ما كيحاولوا الناس يصوروه، ماشي سهل، فهمتي؟ تماما، ماشي طريق مفروشة بالورد بالمرة. وهنا فين كنوصلوا لديك دراسة الحالة اللي زعما دارت البوز ومذكورة في المصادر. القضيه ديال محمد الصفراوي والدوره ديال ليليا بلوغين. هي هذيك. كيتقال في بعض المصادر باللي هو روج لواحد القصة، أنه شرى موقع سميتو bitkin.com ب 54,000 دولار، ومن بعد باعوا ب 800,000 دولار، وهاد القصة استعملها باش يقنع الناس يشريوا الدورة ديالو. ولكن في المقابل كاين مصادر اخرى اللي جابت التحقيق. هذه هي اللي فيها رد من المالك الحقيقي ديال الموقع. بالضبط، واحد سميتو سيمو اللي نفى هذا الشيء جمله وتفصيلا، قال باللي عمره سمع بهذا السيد الصفراوي اصلا. يعني القصة مشكوك فيها بزاف. وزيد عليها كاينه شهاده ديال واحد المشرف سابق في ديك الدوره سميتو ياسين. شنو قال هاد ياسين؟ قال باللي نسبة الناس اللي نجحوا في الدورة قليلة بزاف، أقل من 1%، وأن الطريقة اللي كانوا خدامين بها زعما كانت كتركز بزاف على نشر روابط بشكل عشوائي في فيسبوك، يعني سبام. سبام؟ هادشي ماشي طريقة ديال الخدمة هادي. وقال باللي كان ضغط نفسي على المشاركين، وأي واحد حاول ينتقد كانوا كيسكتوه. هادشي كيخلي الواحد يتساءل بزاف صراحة. بزاف. هاد الادعاءات إلا كانت بصح صحيحة كتوضح واحد التحدي كبير في هاد المجال. اللي هو شحال مهم الواحد يتحقق ويتأكد من دوك قصص النجاح اللي كيتعاودوا باش يبيعوا دورات وبرامج تدريبية بثمن طالع. ضروري. خاص الواحد يكون واعي ويقدر يفرق بين التسويق اللي معقول وبين الادعاءات اللي تقدر تكون كذوب وتضليل. 100%. ولكن في نفس الوقت ما كاينش غير هذا الجانب السلبي، كنلقاو قصص أخرى بحالاش؟ بحال القصه ديال ياسر اللي صفراوي براسو عاودها في واحد البودكاست ديالو. هاد القصه كتبين الصعوبات الحقيقيه اللي الواحد ممكن يلقى. الصعوبات بحالاش؟ زعما بحال مشاكل مع حسابات ادسنس اللي هي منصه جوجل الاعلانيه اللي ممكن يتسد لك الحساب فجاه. هذه كتوقع بزاف. ايوا، وكتبين شحال ديال الصبر والمثابره كيخص باش الواحد يوصل للنجاح حتى ولا كان نتبع نفس البرنامج، يعني ماشي كلشي كيفشل. واخا. اذا يلا بغينا نجمعوا هادشي كامل، شنو هي زعما الافكار الرئيسيه اللي نخرجوا بها؟ يمكن اول حاجه هي ضروره التحقق، ياك؟ اكيد، هذه هي النقطه الاولى والمهمه، التحقق والتمحيص. الواحد خاصو يقلب مزيان في الادعاءات وقصص النجاح قبل ما يحط فلوسه او وقته في اي حاجه. وتاني حاجه؟ ثاني حاجه هي ان الفرص راها كاينه بصح، ولكنها ماشي سهله. كيف ما قلنا، سواء كنتي غدير مدونه ديالك او تخدم فريلانسر او تكتب للمنصات، النجاح كيطلب وقت ومهاره واستراتيجيه واضحه. جوده، الاي او، بناء الجمهور، هادشي كامل. ما كايناش شي وصفه سحريه زعما ديال يومين تولي مليونير. تماما.
وكنظن حتى تنويع مصادر الدخل مهم، ما نعتمدوش غير على الإعلانات مثلا. بصح المصادر كتشير أهمية أن الواحد يشوف التسويق بالعمولة أو يبيع منتجات رقمية ديالو أو حتى الاشتراكات المدفوعة في المحتوى. خاص الواحد يفرق البيض على السلات كيف ما كيقولوا. بالضبط. والأهم من هادشي تامل كنظن هو الأصالة والقيمة الحقيقية اللي كتقدم. الثقة ديال الجمهور ما كتجيش من الهضرة الخاوية. أبداً، كتجي من أنك تقدم لهم شي حاجة اللي بصح مفيدة وأصيلة. وما ننساوش الدور الآخر ديال التدوين اللي هو أنه كيبقى واحد المتنفس مهم للتعبير عن الآراء بحرية. بصح حتى هذه نقطة مهمة. فالمفتاح هو نوازنوا بين الحماس لهاد الفرص اللي كاينة وبين الحذر من الوعود اللي كتكون مبالغ فيها، ونركزوا على بناء مهارات حقيقية وتقديم قيمة اللي تبقى مستمرة. فعلا. إذا خلاصة القول، عالم صناعة المحتوى الرقمي راه عامر بالإمكانيات، ولكن كيطلب منا نكون واعيين وعندنا حس نقدي. وهنا فين كيبقى واحد السؤال مهم اللي تفكر فيه من بعد هاد النقاش، ياك؟ اللي هو وسط هاد الزحام ديال المعلومات والوصفات الجاهزة للنجاح اللي كنلقاو في الانترنت، كيفاش يمكن للفرد يطور ديك البوصلة الداخلية ديالو باش يقدر يفرق بين النصيحة الحقيقية والتسويق اللي يقدر يكون مضلل؟ سؤال مهم بزاف هذا، وكتزيد عليه سؤال آخر: شنو هي المسؤولية الأخلاقية اللي كتوقع على عاتق الناس اللي كيصنعوا المحتوى تجاه الجمهور اللي كيتبعهم؟ مسؤولية كبيرة الصراحة. أسئلة كتخلي الواحد يفكر مزيان. شكرا بزاف على هذا النقاش. شكرا ليك حتى انت.